بسم الله الرحمن الرحيم. بوابة السويس في قلب الأحداث دائما. قابلنا الحاج هاني سيد شحاتة، المقاول القائم بأعمال مدارس مجمع السادات أو المجمع بتاع السادات، مجمع المدارس بالسادات. احنا جينا من كام يوم والدنيا كانت مقلوبة، وقالوا كارثة بيئية وغير طبيعية، وقالوا إعصار سندي داخل مدارس السويس في مجمع السادات او مجمع مدارس السادات. قالوا ان الموضوع ملوش حل مفيش حاجه ملهاش حل يا استاذ، مفيش حاجه ملهاش حل. هي كان في كارثه بيئيه. انا كولي امر، لو احنا بنتكلم من الناحيه الاجتماعيه، لو انا ما بجيبش ابني المدرسه زي كده فعلا ما دخلوش المدرسه، حرام. ده احنا جينا المدارس دي من يوم الاثنين، يوم الاثنين احنا كنا هنا يوم الاثنين. لقينا حاجات غريبه، هيش. كانت اللي هو البقايا بتاعته اللي شغاله موجوده حاليا. أيوة. دلوقتي ادي منظر الهيش. الحمامات دي مثالي ما كانتش باينه خالص. احنا ما عرفناش ان في ابناء هنا غير لما بدانا نكشف المكان اللي احنا واقفين فيه ده ايه؟ وكان ايه؟ لما انت جيت كان هيش، كان ده كله هيش، مفيش طلبه تقدر تخش هنا. احنا خدنا المشكله من الاول خالص. هي المشكله شقين، شق داخل المدارس وشق خارج المدارس. الشق خارج المدارس خط الطرد لمحطه كفر حوده، هو خط متهالك، ويقال الايام دي ان يعني بيتعمل خط جديد ان شاء الله باذن الله. المدارس دي يعني منسوبها منخفض عن خطوط الصرف الصحي اللي حواليها، ومنطقه تمركز الصرف الصحي لوجود محطه في داخلها، يعني المنطقه دي كل الصرف الصحي ده كان جوه المدارس مع منسوبها المنخفض، فكل الصرف الصحي جه جوه. قلنا هنعمل جزئين، هنعمل خط صرف صحي من الخط الرئيسي للمدارس الفقر، وعملنا خط بره قطره 10 بوصه مش للمدارس، هياخدوا المدارس اولا، ثانيا ياخدوا المنطقه نفسها اللي برضو بنرمي على خط عميق وبتاع، فالصرف الصحي كله يجي هنا. الشق الثاني بنعمل شبكه صرف مغطى داخل المدارس. المياه الجوفيه هنا عاليه جدا على الارض، تبص حضرتك زي المياه الجوفيه هنا، فاحنا بنعمل شبكه صرف مغطى هترمي على شبكه الصرف الصحي العميق، بحيث ان المياه الجوفيه كلها تنزل من تحت تخش على شبكه الصرف المغطى، منها على شبكه الصرف الصحي. ان شاء الله باذن الله. المشكله المتمركزه الاساسيه في مدرسه الصناعات اللي احنا واقفين فيها دي. باذن الله مع نهايه الاسبوع ده هنيجي نعمل زياره مدرسه الصناعات، هنلاقيها غير كده خالص باذن الله. هو بالنسبه للمدرستين الثلاث مدارس التانيين يعتبر ايه؟ يعني هتجيلهم الخير من المدرسه دي، لان المدرسه دي اعلى مدرسه فيهم، فالميه اللي متمركزه في المدرسه دي جايه عليهم لعمق المنسوب بتاعهم. بالنسبه للمدارس الثانيه برضو بيتعمل لها خط شبكه صرف مغطى للثلاث مدارس الثانيين، بالاضافه الى في مدرستين خارج المجمع، مدرسه كفر احمد عبده ومدرسه توفيق حسان، برضو هيتعمل لهم فيها شبكه صرف مغطى باذن الله. المشروع كله على مستوى المجمع المدارس كلها يعني نقول 15 يوم بالكثير ان شاء الله باذن الله يكون المنطقه كلها يعني بقت خاليه من المشاكل دي كلها باذن الله. هو يعني في كام سؤال كده بيلحوا عليا. انا اللي انا شايفه اسئله من بتاعه اشرف لا هنقول اسئله خفيفه لتوضيح الرؤيه. اعلم ان او علمنا ان المشكله بتاعت مجمع المدارس دي بقى لها 5 سنين ما كانش لاقي لها حل. هو بص يا اشرف، كلمه ملهاش حل دي كلمه يعني في الدرك المستحيل. العصر البائد، ما هنقول بقى العصر اللي فات قبل الثوره، تمام، ال5 سنين اللي قبل منها ما اتحركوش ليه؟ ممكن لعدم وجود ميزانيات داخل الابنيه التعليميه، ممكن يكون لعدم وجود ميزانيات. هل ننتظر لوقوع كارثه بتحرك الدوله؟ بقول لك انا بس اشرف بيديني اين تم صرف المياه، رغم ان اللي انا شايفه ان انتوا شغالين بسم الله ما شاء الله يعني على قدم وساق لمده كام ساعه بتشتغلوا؟
احنا بنكون هنا 6 صباحا. من 6 صباحا نقول لاخر النهار. ان شاء الله. الميه اللي كانت هنا وانا مصورها الاسبوع اللي فات في الملف اللي قبل دوت او التقرير اللي قبل دوت، كان موجود مياه منسوب عالي وهيش. الميه راحت فين؟ ما الميه احنا بدانا من الميل الام نفسها، نزلنا بالميل كله، فاكيد الميه دي لازم تتخفض مع استمرار بقيه الشبكه اللي احنا بنعملها صرف مغطى، مش هتلاقي ميه خالص باذن الله. وبرضه برجع مش حاجه اسمها استحاله انك تتعمل او احنا مش عايزين نقول احنا عايزين نقول احنا دلوقتي احنا ايه المشكله دلوقتي لما نحل الجذور من الاساسيه كلها. مشكله المدارس دي تتحل، لو مهما تكلف برضه لازم تتحل. اصلا مش معقول ان احنا بننادي بالتعليم وبننادي بجوده التعليم، بننادي برفع كفاءه التعليم، ما رفع كفاءه التعليم دي من رفع المدارس برضه. امس تحدثت مع السيد اللواء محافظ السويس عن خط ال2000 اللي هو الخط الثاني اللي هيشتغل، الخط البديل، الخط البديل الخط الرئيسي متهالك. وهو المهندس عند علمه بالموضوع اهتم بيه جدا. الملف الثاني وهو هيخلص فعلا الخط ال2000 بناء امبارح على الكلام اللي انا سمعته من اللي هو سمير عجلان والمهندس حسن كامل، هيخلص السنه دي خلاص، اترصد له الميزانيه. خد الدرس ناخد على حاجه. خط ال2000 يا فندم المفروض انه تم البدء فيه من حوالي 2 سنين، اللي كان اتوقف بتاع حوالي سنه لعدم وجود ميزانيه. طبعا يعني على ما يقال ان المفروض ان الخط هيشتغل تاني خلاص. اللي فاضل في الخط ده خلاص يعني ما يجيش مثلا 10%، يعني الخط كله متنفذ. عرفنا ان الخط ده مجرد ان هو هيشتغل اغلبيه مشاكل الصرف الصحي في السوق تنتهي. يا فندم الخط ده واخد الصرف الصحي كله، مجمع اللي في البلد كله وبيرمي على المحطه الرئيسيه. المحطه الرئيسيه كويسه مفيش حاجه، على يعني حاجات بسيطه. الخط ده بتاع القديم اللي هو البديل اللي هو ال 2000، هو كان 2000 برضه، ما هو الثاني 2000 القديم. خط متهالك متهالك على مدار الزمن، وبرضه المياه الجوفيه وده كله. البديل ده خلاص يعني واحد زوره خلاص صلاحيته انتهت الاولاني، والمفروض ان هو الثاني يكون خلص من 5 سنين على ما اعتقد، صح كده؟ اللي هو البديل كله بدأنا فيه بالظبط قبل الثوره بحوالي كام شهر. طيب. وكان على فكره كان فيه اهتمام الاول بالخط، بعد الثوره وعدم وجود ميزانيات وعدم وجود موارد ماليه، كل ده وقف الخط. اخر سؤالين للحاج هاني. سمعنا ان هناك كارثه بيئيه داخل حوض الدرس، الكلام ده حقيقي؟ حوض الدرس فيه مشكله، هي كانت من بدايتها المفروض حوض الدرس دي مدينه من ضمن جمعيه ترسانة السويس او هيئه قناه السويس. بدأنا العمل فيها برضو كان قبل الثوره. انا مش هفتح الملف المره دي، هنخليه في حلقه ثانيه. انا بس بدي تمويه هو ان شغلنا الفتره الجايه. حوض الدرس ليها مشكله كبيره. حوض الدرس دي اخر سؤال لحضرتك، هتعمل ايه تاني جوه المدارس كالحاج هاني سيد شحاته؟ لا كشركه المقاولات احنا هنعمل ايه؟ هنعمل شبكه الصرف المغطى بخلاف شبكه الصرف الصحي. في الاعمال الاحتياطيه زي ازاله الهيج ده. احنا برضه بعد ما نخلص ده كله هنخش داخل اللي هي بيكون الصرف الصحي الداخلي، الاعمال الاحتياطيه كايه. هنشوف برضه دورات المياه دي كلها ما فيهاش حاجه وبس.
انا بشكر الحاج هاني وشركه الحاج سيد شحاته ومزيدا من التقدم. واحنا هناخد جوله داخل المدرسه اللي كانت مليانه هيش. ادي مش اللي كانت، اللي ما زالت فيها. لا ما زالت فيها. ماشي. ادي المدرسه، المكان ده اللي انا صورت عنده اخر تقرير ليا ورفعته. ادي ما فيش منسوب الميه نزل في الارض. ادي مديره المدرسه بتاعه الصنايع بنات، صح كده اهوت. نتعرف بحضرتك. عايده فهم محمود سالم. استاذه عايده، انت شايفه ان المشكله انتهت؟ لا لسه شغال دلوقتي المقاول الاستاذ هاني، وربنا يجيب اللي فيه الخير ان شاء الله. طب الحل شايفاه وصل لكام في المية لغايه دلوقتي؟ والله 60%. 60%. بعد اسبوعين هنيجي نصور المكان ده هنلاقيه منتهي. في رساله تحب تبلغيها لحد بعينه؟ والله الرساله اللي احنا عايزين نبلغها للسيد المحافظ ومدير التعليم العام الاستاذ احمد عرابي، ان هم يحطوا ايدينا في ايديهم برضو ويكملوا معانا المشوار. طب هو حضرتك مين اللي اتحرك في الملف دوت؟ المحافظ ولا مدير التربيه والتعليم؟ لا المحافظ. يعني مدير التربيه والتعليم ما اتحركش؟ والله هو جه بص وشاف وكله، بس رجع تاني المكتب. الله اعلم. دور الابنيه التعليميه، هو دي المشكله داخل المدارس تخص المحافظ كمحافظ السويس ولا تخص الابنيه التعليميه؟ هي المفروض الابنيه التعليميه الاول. بس احنا اتجهنا للمحافظ مره واحده علشان هو برضو اب واخ وزميل لاولادنا. هل نجعل لكل اداره داخل كل محافظه، مش هقول محافظه السويس بس، محافظ لحل مشاكلها؟ لا طبعا، كل واحد لازم يكون محافظ لنفسه. شكرا.